ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا دلوقتي بصور من كاميرا الكمبيوتر، ومش لابس لبس كويس ينفع ان انا اصور بيه اصلا اي حلقه او اكون بيها على السوشيال ميديا. أو ممكن اطلع بيها على التيك توك، لكن على اليوتيوب او واحد بيقدم بودكاست فالمفروض يكون لبسه محترم شويه او لايق بيعمله. بس آه انا فاقد الشغف. يعني انا فاقد الشغف، مش قادر صراحه. مش قادر اقعد واظبط الاضاءه واجيب بقى الرينج لايت اللي هي بايظه اصلا، يا دوبك بلزقها بالعافيه عشان تشتغل، وادور على حاجه اسند عليها الموبايل، وبعدين اقعد اقرا في سكريبت. انا كاتب سكريبت هفتحه وهقرا فيه، بس مش عايز اقرا بالحرف. عايز اقول انا بفكر فيه مظبوط بقى او مش مظبوط. فانا اسف ان انا شعري مبهدل، انا اسف ان انا مش بروفيشنال، انا اسف ان انا مش لابس لبس كويس. بس انا عايز اعمل حلقه، فانا هعمل الحلقه دي دلوقتي عن حاجة أنا ما ينفعش أتكلم فيها أصلا. يعني أنا بعمل بودكاست، وأنا دلوقتي هتكلم عن إن البودكاست غلط، ما ينفعش الناس تنساق وراه. بس دي حاجة في جوايا كأدهم، مش كواحد بيعمل بودكاست، مش كأدهم توكس. لا، دي في أدهم، دي حاجة معصباني ومنرفزاني وعايز أتكلم عنها. استنوا بقى أدور على السكريبت. أنا حتى فاهمين يعني، حتى مش محضر حاجة. أنا آسف بجد، انتوا ما تستحقوش ده. بس بجد هقول كل حاجه في قلبي دلوقتي. فين ام الحلقه؟ اهي، ايوه اطلعي لي بقى، تعالي لي. بس انا دلوقتي فاقد الشغف وقلت يا ادي ادهم ما تفتح اتفرج على بودكاست. تعالوا بقى، يعني انا فاتح اليوتيوب دلوقتي، تعالوا بوريكم ازاي تحل مشكلتك في 30 يوم. كيف تصبح افضل نسخه من نفسك. اتبع الخطه لا للمزاج. آه كيف نصل للسلام النفسي. كيف نواجه الألم، لا تعذب نفسك. اجعل حياتك سعيدة في يوم. مين دول؟ بجد مين الناس دي؟ انا ممكن اسألكوا سؤال، يعني ايه بودكاست بالنسبة لكم؟ تعالوا انا هقول لكم. دلوقتي انا لما اسمع كلمة بودكاست، اوف، ده حاجة بقى علم فوق. ده حد بيتكلم عن حاجات مهمة جدا هتغير حياتي. وان انا اسمع بودكاست، ده انا كده شخص مثقف وشخص مبهر ومفيش زيي. وان البودكاست ده ايا كان الشخص اللي بيتكلم فيه فهو بيقول كلام صح ولازم اسمعه وانفذه. يعني دي اول حاجة بتيجي في دماغنا لما بنسمع كلمة بودكاست، انها حاجة مهمة وبتأثر تأثير ايجابي على حياتنا. اهو جبتها لكم من الاخر. مين بيتكلم؟ ما نعرفش. بيقولوا ده صح ولا غلط؟ ما نعرفش. اي حد، literally اي حد انا بيفتح بودكاست ويتكلم، فبدل هو تحت مسمى البودكاست يبقى كده هو ليه تأثير ايجابي ولازم نسمعه. انا في اليوتيوب جديد، يعني انا بقالي شهور، بس انا لسه جديد. الواحد برضو مهما يعني الموضوع صعب جدا. ف فانا بقلب في البودكاست، الاقي واحد عامل فاتح كده فيديو مصور وبيتكلم كيف احل لك مشاكلك. ناس يعني مش معروفين، ناس مش موجودين، ناس عاديين زي وزيك. انت من رأي تحل مشاكلك ازاي، تثق في نفسك ازاي، تكون تحارب النرجسي ازاي. فانا بفتح الفيديوز او بشوفها من بره، مين الناس دي؟ انتوا مين؟ انت بتتكلم على اساس ايه؟ طبعا رأيك على راسي، بس انت مين؟ ماشي، دي اول نقطة. فانا قاعد اتفرج واشوف ناس كتير قوي فاتحين فيديوهات وبيصور. اي حد معاه موبايل، اي حد معاه كاميرا، اي حد مش عارف ايه يصور. والشاطر بقى، الشاطر اللي يعرف يعمل صورة تشدك، اللي يعرف يكتب عنوان يشدك، اللي يعرف يرتب كلامه وكلامه يكون مفهوم ويشدك. ده شاطر برضو. اللي عنده استوديو، اللي عنده فلوس، اللي لما تشوف ايه ده، الله، ده واحد في استوديو بميكروفون غالي وبيتكلم. فبسبب الهيلو افكت، اللي هو تأثير الهالة اللي انا اتكلمت عنه قبل كده، اللي حضرتك لما تشوف حاجة ايجابية فبغصب عنك عقلك بيفترض ان كل حاجة تانية ايجابية. فانا لما اشوف واحد قاعد في استوديو ولابس نظيف وبيتكلم، يعني هنقول ايه ده كلامه مهم، ده كلامه كبير، والفيديو عنوانه حلو وصورته حلو. يعني هنروح نسمع كلام ده، ولا هتيجوا تسمعوا كلام واحد دلوقتي لابس كات وشكله مبهدل وكواليتي معفنه تصوير اللابتوب وهتسمعوا كلامه؟ هتروحوا تسمعوا للتاني. ده طبيعي، ده طبيعتنا كبشر، انا كمان هعمل كده. فبسبب تأثير الهالة ده
عقلنا بيربط جودة الشكل بجودة المعلومة. طيب يا ادهم انت عايز ايه برضو؟ احنا مش فاهمين. انت عمال تغلط في الناس وتغلط في نفسك، جاي عمال تنصحنا في البودكاست وانت قاعد كده لابس لي كات. انا اتجننت. يا رب يا رب ادهم اللي بيأدت الفيديو يوافق ان هو يعمل الحلقه دي الصبح لما اصحى، لان انا متاكد ان انا هقول لا مش هعمل الكلام ده ومش هنزله. انا لما بعمل بودكاست انا بقول او بتكلم عن المشكله، في مشكله، وبتكلم عن الشعور اللي بتخلقه جوانا، بتكلم عن تأثير المشكله دي، تمام، وببدأ اشرحها بمنظور شبابي، بمنظور حد عايش التجربة، ولا دكتور ولا علم نفس ولا أي حاجة. أنا قريت شوية كتب بس ده ما يخلينيش عالم نفس خالص ولا تنمية بشرية ولا أي حاجة، بس بقولها من منظور تجربة، وده أنا كاتبها في البايو بتاع اليوتيوب بتاعي. وأنا يعني أنا بشرح المشكلة وبجيب أساسها لإني مؤمن إن إحنا لو عرفنا أساس المشكلة وجذرها هنعرف نقطعها ما تتكررش تاني. وبقول يا جماعة أنا شفتها كذا واتعاملت معاها كذا وحلتها بالشكل كذا، وما ما بقولش الحل، نادرا لما بقول الحل يعني، وانتوا بقى خدوها وحلوها، لاني انا مؤمن ان انا لو قلت لك الحل اللي انا عملته في حياتي ممكن يوديك في داهية. الحل اللي نفعني انا ما ينفعكش انت، واللي نفعك انت ما ينفعنيش انا، حتى لو في نفس المشكلة. انا في بيئة مختلفة وظروف مختلفة وناس مختلفين حواليا، ومهما حصل عمرك ما هتكون بالظبط زي 100%، ولا انا هكون زيك 100%، لازم تكون حياتنا مختلفة عن بعض. فانا ما بقولش لحد حل، ما بقولش لحد اعمل، ما بقولش لحد روح جرب الموضوع ده وهينفع معاك، لاني انا ما اقدرش اتحمل مسؤولية ان انا ادي لحد حلول. تخيلوا ادي لحد حل ويبوظ حياته، شوفوا دي وحشة معايا قد ايه، شوفوا ممكن تأذيني في حياتي دنيويا ودينيا واخريا وكل حاجة. اخريا حاسس ان الكلمة غلط، اخريا دي قصدي في الاخرة يعني، بس اخريا ده شكل واحد شاف فقد الشغف، ده شكل واحد مريض مجنون. اي حد طالع يفتح كاميرا، اي حد يدي حلول والناس تسمع كلامه عشان هو تحت مسمى البودكاست، فده مخوفني. بس زي ما قلت لكم خلاص انا ماليش دعوه، طالما انا ماشي في حالي انا كده زي الفل، ما باذيش حد ولا حد يأذيني خلاص. وانا انا مش بعمل الفيديو ده عشان اتند ان انا اذي حد، لا خالص والله، انا بتكلم عن رايي كواحد متفرج. انا عارف ان انا عمال اعيد وازيد في الكلام، وعارف ان انا عمال ادخل المواضيع في بعضها، في سكريبت مكتوب دلوقتي كامل وبشكل صح، بس انا عمال اخد منه الافكار واحكيها، لان زي ما قلت لكم في اول فيديو انا مش قادر، انا عايز اكون على طبيعتي، بس هوصل لكم الفكره برضو مش هسيبكم يعني. وفي بقى نقطه تانية انا ما اتكلمتش فيها، انا ممكن دلوقتي اطلع اديك حلول او اديك اراء مناسبه ليا انا، مناسبه لحياتي انا، لكن انت مش هتنفع معاك. انا ممكن اكون غلطان، ممكن اكون مريض، بس عشان بعرف اوصل لك المعلومة، بعرف ادخل لك من حتت واطلع لك من حتت، فانا خلي ارائك زي ارائي. تعالوا نقول مثال، كان في حصل كده فترة ولا زالت بتحصل ان عيلة محترمة جدا، جميلة جدا، يعني عارفين ربنا صح وماشيين على الصراط المستقيم، حياتهم جميلة، فجأة تلاقي ابنهم طلع بقى ليه افكار دينيه خاطئه. افهموني في الحته دي لاني برضو مش هعرف اقولها صراحه، لان انا على النت. اخلاقه ونظرته للناس وللدين اتغيرت، حاولوا تفهموني. طب ليه؟ ايه العبط ده؟ ايه اللي جراله؟ المكان كويس، فتلاقي بقى فجأة تشدد بشكل وحش، فجأة بقى عايز يعمل حاجات معينة، اهله ولا بيئته ولا ظروفه ولا تربيته كانوا كده، اتجنن. فليه؟ ليه اللي حصل ده؟ تلاقيه بقى ده كان اتعرف على ناس او شاف فيديوهات، الناس قعدوا يتكلموا او يضخوا في دماغه معلومات مختلفة باسم الدين، الدين اللي احنا اتربينا اي حاجة بتبدأ بكلمة دين فهي الصح، فهي لازم نعملها. فالناس بقى تستغل الموضوع ده ويضخوا افكارهم بشكل غلط علشان خلاص بقى انتوا فهمتوا قصدي. فده اللي بيخوفني، برضو بيخوفني جدا ان اي حد دلوقتي ممكن يطلع يقول افكار، وكل ما الناس بقت اقل نضج، وطبيعي جدا يكون في ناس نضجها قليل، زي مثلا انا ممكن احطني وسط الناس دي، ممكن انساق ورا كلام اي حد،
واقول هو الصح وهو المظبوط ولازم اعمله. دي برضو جزء من الحاجات اللي انا خايف منها. بس برضو شوفوا، انا قلت برضو ماليش دعوه، انا مالي، انا بعمل البودكاست بتاعي وخلاص. زي ما بقول لكم، انا قاعد مش بعمل اي حاجه، مش بتكلم في الموضوع، ماليش دعوه، لحد ما جه حصلت حاجه خلتني فعلا اتكلم في الموضوع ده. انا بتفرج على واحد او واحده بيعملوا بودكاست، مش مشهور، ده فشيخ، ملايين ملايين الناس بيتفرجوا عليه، ومفيش ولا ميكروفون ولا استوديو ولا اي حاجه، وهو قاعد في الاوضه وهو في المطبخ، او هي في المطبخ وهي في الاوضه، وقاعد بيصور ويقول الكلام، وملايين ملايين ملايين. اي فيديو افتحوا مش هينفع اقول عليه، بس افتحوا اليوتيوب بتاعه او بتاعها هتلاقوا اي فيديو ملايين ملايين المشاهدات ما شاء الله يعني. وانا كنت احب الشخص ده جدا، لانه كان بيتكلم عن اكتر حاجه انا بحبها، هي العلاقات. وكنت شايف ان الشخص ده مش بيغلط خالص، يعني ده كلامه صح، ده انا حاسس بكده، يا لهوي هو عارف ازاي اللي انا حاسس بيه، يا لهوي ده بيمر بالتجربه اللي انا بمر بيها، يا لهوي ده هو ده انا، ده ده بيتكلم عني انا، ده انا اهو. لكن نصايحه، النصايح اللي كان بيقولها كانت سوداويه، وكان بيقولها بصيغه الامر. يعني بص، امشي، خد بعضك واتكل على الله، اقطع، ما تفضلش موجود، ما تحاولش تضيع وقتك، ويزعق ويشتم، لازم تفكر بالطريقه المعينه، ولازم تتعامل بالطريقه الفلانيه. فانا كنت بسمع افكاره واقول ايوه، ده دمه محروق عليا، ده عايز ينصحني وبيحبني. فكنت باخد افكاره وبنفذها. كنت يا جماعه وانا رايح الكليه حملت الفيديوهات بتاعته، وكنت بسمعها وانا رايح وانا جاي، وانا رايح وانا وقبل ما انام، عشان انا عايز ارسخ المعلومات في دماغي. المهم، الشخص ده استضافوه في بودكاست، يعني اللي انا بحبه ده خدوه طالع ضيف في بودكاست تاني، وبدأ يتكلم عن حياته. انا بقى زي ما بتعملوا معايا، جبت الاكل والشرب وقعدت قدام التلفزيون ومش عارف، انا عايز اجيب ميه، انا عطشان، بس انا مش هعرف اوقف ينفع اوقف الفيديو؟ ادهم تبقى قطع بقى، انا هروح اجيب ميه. فالمهم كنا بنقول ايه بقى، استضافوه في برنامج. الاقي لكم يا ولاد ان الشخص اللي انا بحبه جدا وبسمع كلامه عمياني جاي من بيئه سامه، نشأته كانت بيئه سامه، تعنيف اسري، حرب، بس مش حرب نفسيه، لا حرب، لا literally حرب مش كده يعني. المواقف اللي اهله اللي كانوا بيعنفوه كانوا بيعملوا مواقف مرعبه. انا قاعد بسمع منذهل ان في انسان اهله كانوا بيعملوا يعني انا سمعنا كتير وشفنا بعيننا كتير، لكن انا كنت بسمع يا لهوي، هو في اهل كده، ده ازاي يعملوا؟ من كتر ما كلامه كان مرعب. فده خلق جواه شخصيه دفاعيه. فيعني ايه الشخصيه الدفاعيه دي؟ يعني مثلا ان انت تخاف تدخل علاقه عشان ما تتاذيش، يعني شوف انت بتمنع نفسك انك تدخل علاقه عشان لا انا مش هتاذي فانا مش هدخل علاقه، او تبعد عن حد من اول غلطه عشان انت بتحمي نفسك منه عشان ما تتاذيش تاني. يعني انا ممكن اقطع معاك دلوقتي، انت دلوقتي زعلتني واحنا اصحاب، بس انا شخصيه دفاعيه، اول ما هلاقيك زعلتني لا 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 انا هخاف، انا هبعد، انا مش هقبل اذى منه تاني، فهقطع معاه. طب نصلح، طب نسامح، طب مش عارف، لا مفيش. هي دي الشخصيه الدفاعيه، على طول اول ما تحس ان في حاجه غلط تقوم تقطع تشيل. وده كانت عباره دي، يعني هي دي نصايحه، كانت اغلب نصايحه، ودي وسيله حمايه، اسمها وسيلة حماية، وده صح انها بتحمي، بس غلط، ما تنفعش في كل الحالات، وما تنفعش مع كل الناس. انا بقى بسمع الكلام ده، يعني انا كاتب الموقف اللي حصل لي، انا بجد كاتب الاكل وقف في زوري وما بقيتش قادر اكل، واكتشفت قد ايه ان في حاجات انا بوظتها في حياتي بسبب اني سمعت كلام الشخصية دي. الحلول اللي بيقولها نفعت معاه هو، حلول طالعة من شخص عنده مشاكل نفسية منذ الصغر ما اتعالجتش، فعلى اساسه هو على اساس المشاكل دي هو بيشوف الحياة. طب انا مين؟ طب انا اشوفها ليه؟ انا ولا كان عندي تعنيف اسري، ولا كنت مولود في حروب. انا مش بقول انا احسن منه، انا بقول انا مختلف. فاللي انا كده بعيش حياتي الطبيعية بعين او بحلول واحد حياته ما كانتش طبيعية. فانا طب ببوظ حياتي، وفعلا حياتي باظت، وعلاقات انا بدات افتكرها واعمل ريكولينج ليها انا فعلا بوظتها بسبب اللي انا عملته. ممكن كلامه يكون انقذه هو، وانا ما اقدرش انكر ده، لكن نفس الكلام لو اتطبق حرفيا على شخص مختلف، ده ممكن يعزله عن الناس، او يخليه يهرب من الخلاف، او يبوظ حياته. انا كده ايه، قلت لكم الكلام بشكل دبلوماسي.
يعني من غير منحاز، لان انا عارف انا دلوقتي عشان انا فاقد الشغف ومتضايق وشخص ايموشنال دلوقتي، فانا منحاز لرايي. بس انا برضو عايزكم تكونوا عاقلين وانتوا بتسمعوني، تفكروا هل ادهم ده، هل ينفع اسمع من الشخصيه دي اللي هو بيقوله في الحاله اللي هو فيها، ولا اخد الكلام وارتبه في دماغي واشوف هل يعقل الكلام ده ولا لا. وانا عايزكم تعملوا كده معايا دلوقتي، لان انا زي ما قلت لكم انا فاقد الشغف وايموشنال جدا، فكلامي في عاطفه اكتر ما هو في عقل. فانا بعد ما حصل الموضوع ده وشفته بعيني واتلسعت منه، انا قلت لازم اكتب الحلقه دي ولازم اتكلم في الموضوع ده، واللي يحصل يحصل. طب يا ادهم قول لي، هو كده كل اللي بيعملوا البودكاست غلطانين او وحشين؟ كلهم كل الناس اللي سمعناهم وحشين؟ بص هقول لكم حاجه. من حق اي حد يحكي تجربته ويقول رايه، ده حق يعني، فاهم؟ انت براحتك اضربني مليون قلم لو انا اعترضت على ده، لكن لازم يوضح انها تجربته، ده انا جربته، ده انا عشته وعلى اساسه شفت كذا، لكن ما يقدمهاش على انها قانون او علاج يصلح لكل الناس. ولو هو ما عملش كده، يعني هو ما قالش الكلام ده صراحة، واحنا بنسمع مسؤولين من نفسنا اللي احنا نتعامل مع كلامه كأنها تجربة شخص آخر، واحنا بنسمعها ونشوف هل نستفيد منها او تفتح لنا فكر جديد او تخلينا نبص على الحياة من منظور معين مختلف، مش اكتر ولا اقل. حتى لو كان دكتور نفساني، وانا بقى من حقي ان انا اقول الكلام ده. يعني تقول لي ادهم الدكاتره النفسيين اللي بيطلعوا يتكلموا دول بيقولوا معلومات عامه. الطب النفسي، وانا ان شاء الله هعمل حلقه عن الموضوع، ازاي تتعالج. انا بروح وكنت بروح والحاجات دي، فعارف الفرق. الدكتور النفسي لازم ياخدك كده يقعدك يقول لك فهمني حياتك من الاول للاخر. طب انا جاي لك في مشكله معينه، يقول لك لا فهمني من الاول اشوف انت بتفكر ازاي وعشت ازاي، وساعتها نشوف المشكله، وساعتها نبني لك علاج مبني على حياتك. نشوف اصلا المشكله اللي انت فيها دي بسبب مشاكل قديمه، بسبب مشاكل من صغرك. وكده يعني لو كده نحل بقى المشاكل اللي في صغرك دي عشان نحل المشاكل الكبيره بعدين، فاهمين؟ لو حليت المشكله من جذرها زي ما بقول له. فشوفوا العلاج النفسي يعني مرسوم ليك، مش روشتة بتتكتب للناس كلها. فما ينفعش حتى دكتور نفسي طالع يتكلم ناخد كلامه كأنه أمر مسلم بيه، ده بيتكلم في العموم. حتى أنا برضو يعني تيتا، أنا بتقعد تسمع راديو الدين وكده، بتجيب الراديو. فكان في، أنا فاكر والله بس مش فاكر الموقف، إن في سؤالين نفس بعض اتسألوا بس الحالات مختلفة. يعني ظرف الشخص الاولاني عن ظرف الشخص التاني، انا مش فاكر لانه كان من زمان، بس انا وتيتا قعدنا نتكلم في الموضوع ده. آه الراجل حلل حاجات هنا وحرم حاجات هنا، ليه؟ علشان حياة الشخص ده مختلفة عن حياة الشخص ده، لكن هما الاتنين نفس السؤال. فهنا حلال حاجات وهنا حرم حاجات. مش عارف، مش عايز اتكلم في الدين، بس انتوا اتمنى تكونوا فاهميني، يعني ان حياتنا وظروفنا بتتبنى عليها حاجات تانية غير حياة وظروف الناس التانية. تعالوا اديكم مثال، انا بحب ادي الامثله جدا. دلوقتي واحد فتح الكاميرا بتاعته واتكلم، اي حد يزعلك ابعد عنه، ما تضيعش وقتك في الحوار ده، لان وقتك ومجهودك اثمن بكتير جدا من ان اي حد يضيعه وان اي حد يستهون بيه. الكلام حلو، الكلام جميل قوي، اسمعه اقول ايوه ده انا جامد. الموضوع ده بيديني استحقاقيه زائفه. تجربه الشخص ده اللي بيتكلم اتحولت لقاعده عامه، ودي ممكن تناسب حياه حد وتضر حياه حد. طب الشخص اللي بيتكلم ده ظروف كده، انا مالي. افرض الشخص اللي في حياتي، انا عندي حد في حياتي دلوقتي غلط معايا بس هو نيته كويسه، فبدل ما اعاتبه واستنى يعتذر لي او انا اعتذر له، او مش نعتذر لبعض ونحب بعض ويبقى في فرصه تانية ويبقى في حياه احسن، لا انا هبعد الراجل اللي على اليوتيوب ده قال لي ابعد وما تكلمنيش تاني، هو مش عارف. شوف عادي، علاقه باظت بسبب اني سمعت كلام غلط او سمعت تجربة فلان وخدتها على انها قاعدة. فلازم تعرف انت بتسمع تجربة، ولا بتسمع رأي، ولا بتسمع نصيحة متخصصة ومتفصلة عليك، وما تعاملش التلاتة على انهم نفس الحاجة. ده كده قوانين ان ازاي تسمع او تتفرج على بودكاست. نقطة تانية برضو عايز اقول لكم، اللي احنا في عالم مادي، عالم اساسه الربح. انا نفسي طبيعي، المحتوى بتاعي يعني يعتبر شغل، يا رب يجيب لي فلوس يا رب،
عشان اجيب كاميرا زفت على دماغي اصور بيه، بس يعتبر فلوس، بيعتبر شغل. في الجزئيه دي في حته خطر. الحته الخطر دي ان لما يبقى الفلوس والمشاهدات تبقى اهم من الدقه والكلام وتاثيره على الناس. يعني ايه بقى؟ انا هقول لك بقى بجد بالنسبه لادهم. انا لما يكون هدفي فلوس هقوم كاتب كده في العنوان بتاعي: حل لكل مشكلاتك. ازاي تثق بنفسك مع الحل، ازاي تحب نفسك مع الحل. وتفتح الفيديو تلاقي فعلا كلام، بقى كلام ايه من اللي تاخده كده تقوم حاطه على اغاني حزينه وتعمل احلى ترند على التيك توك. كلام كده، كلام مكتوب بطريقه جميله، كلام يجذبك. وحلول، اديك حلول بقى من هنا للصبح واقنعك. انا ممكن اقنعك، انتوا عارفين انا ساعات بقنعكم. انا بقى بستغل ده واقنعك بالحلول، وكده باخد فلوس. الناس تقول ده كلامه حلو، الناس تتفرج عليه ونعلي مشاهداته واخد فلوس. تبقى انا كده ايه؟ انا كده تخليت على مبدئي عشان الفلوس. شوفوا بقى الحته، شوفوا الحركات، شوفوا الفلوس ممكن تعمل ايه. وما تقوليش لا مفيش ناس لا، في كده. ما تصدعنيش وما تصدعوش نفسكم في كده. اجمل حاجه في الشخص اللي بيجرب انه دايما بيقول الجمله ومعها التجربه والمثال. انا واحد صاحبي قريبين من بعض، هو كان في علاقه صعبه ومش عارف يتخطاها، مش عارف. فانا وهو مهتمين بالعلاج النفسي، وهو لقى واحده على اليوتيوب. الواحده دي على التيك توك بتطلع بقى تحط اغاني حزينه على كلامها، موسيقى كده حزينه تجذبك وتقول لك كلام جميل، كلام كده رائع. وهي بقى بنت جميله وكلامها مترتب وتبص لك بقى وتعمل لك بعينيها كده الحب، العلاقات. بكرهها وتقول لك بقى وهساعدك وهعمل لك. المهم صاحبي انساق اليها وقال لك يلا هنجرب. وانا فاكر والله لحد دلوقتي قال لي انا هنجرب. وهي عندها طبعا بتكلمها وهي بتساعدك، دي مستشاره نفسيه، استشاره رئيسه وزراء النفس. ماشي. هي اللي عامله فيلم بتاع انسايد اوت، هي اللي عاملاه، هي انسايد اوت. فطبعا عامله بقى اشتراك بفلوس. ازاي؟ لازم اشتراك بفلوس، ادفع عشان اساعدك واكون معاك قشطه. استمعنا كلامها وصاحبي ده دفع وكان اونلاين. قالت له ايه؟ ابعت لي فويس دقيقتين بالموضوع كله، بالقصه اللي انت متضايق منه. يلا بعته. بعت لها دقيقتين يحكي لها. طب اقول والله استنوا عشان انا بقى دي معلش انا كاتبها هقرا لكم عملت ايه. قامت عامله له مفروضه له دي، يعني عارفين رسائل الواتساب لما نبعت رساله من عند حد لحد فورورد؟ هي دي اللي هي مبعوث مؤخرا، مرسول ما اعرفش بالعربي الصراحه، انا عيل تنك وبعملها بالانجليزي عندي. قامت مفروضه له اغاني على الواتساب، اغاني، وقالت له بالحرف تسمع الاغاني دي وبلاش تسمع اغاني معينه، وتتفرج على فيديوهات مش عارف ايه، وتقرا شويه كلام كده مع نفسك اللي هو كل يوم انا جامد، انا شاطر، انا ناجح. ماشي. كاتبه ايه تاني؟ واتفرج على افلام معينه واعمل بلوك. شوفوا قالت له اعمل بلوك للشخص ده والغي رقم اللي هو الشخصيه اللي هو مش عارف يتخطاها، اعمل لها بلوك والغي رقم وشيلها من على السوشيال ميديا. وايه تاني؟ واشتري كراسه الوان من عندها كده، كراسه الوان اللي هو لما عارفين الناس لما يفكروا بقى ويسحلها من الاوفر ثينكينج، فكراسه الالوان بتاعتها دي تقعد تلون فيها فتنسى الاوفر ثينكينج، مشاكلك تتحل. المهم صاحبي بيحكي لي ومنذهل من اللي بيحصل. العلاج النفسي مش بيمشي كده خالص، ده عبث. وانا حكيت لكم العلاج النفسي بيمشي ازاي. الدكتور بيجيبك يسألك عن حياتك، عن طفولتك والجو ده، وبعدين يبدأ يحل. انما ده ليه بقى كده؟ لان هدفه الربح، هدف الفلوس. فاحنا لو سيبنا نفسنا لأي حد واحنا ما عندناش علم فاحنا هنتسوح. انا وصاحبي كنا مجربين العلاج النفسي وفاهمينه. طب افرض ناس مش عارفه، وده طبيعي جدا وده مش حاجه تقل من الناس اللي مش عارفه. افرض ناس مش عارفه يضحك عليهم، يتبهدلوا. اللي حصل ده اللي هي بتعمله صح. انا عارف ان في ناس هتقول لي ادم ما هي اللي بتقوله صح. اللي بتقوله ده انت بتهرب من المشكله. انا بسمع اغاني سعيده مش حزينه عشان ما تصحيش جوايا حاجات. انا بعمل بلوك عشان اهرب من مواجهه اللي جوايا. طب فجاه باي موقف يحصل كل اللي جوايا ده وكل اللي انا هربت منه بيطلع يطفح على السيرفيس، على السطح. ماشي. ويفشخنا اكتر ولا كاننا عملنا اي حاجه. هل ده كده اسمه علاج؟ ده كده اسمه هروب مش علاج، بس اتدفع لها فلوس.
وبقى اسمه تحت اسمه علاج، لانها بتقول على نفسها معالجه، وبتقول على نفسها بقول بودكاست، وتعمل بعينيها كده. انا ما يستفزنيش اكتر من حركات عينيها بنت الكلب دي. استغفر الله العظيم يا رب. خلاص انا قربت اخلص. فانا حابب انتهز الفرصه دي واقول لكم شويه كده حاجات انا برميها من تحت لتحت في اغلب فيديوهاتي، فحابب اقولها بشكل صريح. انا هقراها بقى معلش. البودكاست النفسيه اللي انت بتسمعها مش هتحل لك مشاكلك، لانه ببساطه مشاكلك وبيئتك وظروفك مختلفه تماما عن الشخص اللي بيتكلم في البودكاست. الحل الصح انك تفهم ابعاد المشكله بتاعتك، تفهم سببها، وتفهم هي نابعه منين، وهتلاقي نفسك لوحدك بتحلها. اثناء دراستي للبرمجه اللي انا ما اشتغلتش بيها، اكتشفت ان اثناء كتابتك للكود وحصلت مشكله في الكود بيطلع لك ايرور. انت دلوقتي بتعمل كود وحصلت مشكله فبيطلع لك ايرور، بس الكود بتاعك طويل قوي وكبير وصفحات مختلفه، فانت مش هتعرف تحلها غير لما تكون فاهم الكود بتاعك. دي المشكله دي في دي بسبب الحته كذا في السطر كذا، فاطلع اطلع ايوه هنا احلها. خدوا كوبي بيست بقى، حطوا على الاي اي، ماشي، وده في ناس بتعمل كده فعلا. حطوا على الاي اي هيقوم عامل لك نسخه جديده انت ما تعرفش عنها حاجه. فبالتالي انت لما تعمل لما تحصل مشكله انت مش هتعرف تحلها لانك مش فاهم الكود حد تاني اللي عامله لك اللي هو الاي اي. فنفس الكلام على البودكاست، نفس الكلام. لو حد جه حللك قال لك في مشاكل معينه وفي حلول معينه من وجهه نظره هو، انت هتلوس الكود بتاعك، هيبوظ البرنامج بتاعك، هيبوظ ونفسيتك وحياتك هتبوظ. فيا عزيزي، البودكاست وحتى الدكتور النفساني اللي انت بتروح له، شوف انا بكبر الموضوع ازاي، حتى الدكتور النفساني اللي انت بتروح له بيفتح لك افكارك، ممكن يوعيك ويخليك تبص للامور من منظور جديد. ممكن يقولك المشكله هي روح حلها. انه الواحد حد يشاور لنا على المشكله دي اجمل واحسن مساعده ممكن حد يقدمها لنا، ان هو يشاور لنا على المشكله. وانا مش بطلب منكم تصدقوني، انا كمان انا عايزكم تفكروا في كلامي انا، واختبروا الكلام في حياتكم هل هيناسبكم ولا لا. مش البودكاست ده، لا، كل البودكاست التانية، كل البودكاست التانية اللي انا عملتها، عشان الانجليزي بتاعي بحب اركز فيه قوي. اخطر بودكاست ممكن تتعامل معاها مش الشخص اللي بيقول كلام غلط بوضوح، اخطر بودكاست هو اللي بيقول رأيه الشخصي بثقة تخليك تفتكر ان ده الواقع. فارجوك خد بالك من نفسك. واخر مرة اكرر اعتذاري عن شكلي ومظهري، لان انا فاقد الشغف جدا، انا بقول تاني، وانا اسف جدا، وانتوا ما تستحقوش مني ده. انتوا بتعاملوني احسن معاملة وبتساعدوني وبتزقوا وبتعملوا لي ماركتينج وانا ما بعملش لنفسي بس، وانا في الاخر طلع لكم بالشكل ده، فانتوا ما تستاهلوش ده. انا اسف، بس يعني ده العالم الوحيد اللي انا بهرب ليه لما اكون متضايق او لما اكون فقد الشغف. فانا هربت للعالم ده، فتحت الكاميرا وكنت على طبيعتي وقلت لكم اللي في قلبي وفي دماغي. فشكرا ليكم واتمنى لكم حياة سعيدة، وان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي او في نص الاسبوع اعمل لكم حلقات نظيفة تليق بيكم وتليق بشخصيتكم وبتليق بالاستحقاقية اللي انتم عايشين فيها، لانكم تستحقوا الافضل، فتستحقوا بودكاست يكون لايق ليكم. فشكرا جدا جدا. بوسة كمان، بوسة كمان، ما تكرهونيش ارجوكم. السلام عليكم. بيقفل ازاي ده؟